امبارح ريتشو والننوش كانوا عاملين مفاجأة، وكان عم بيخبروا المتابعين والناس اللي بيحبوهن بهاي المفاجأة اللي محضرينها، واللي كانوا حابين يخبروا المتابعين فيها. والمفاجأة كانت انهم ممكن، ما بعرف لسه ما تأكدت انه اشتروا او استأجروا، المهم انه رح ينقلوا على فيلا جديدة، وفيلا ما شاء الله الله يهنيهم يا رب كتير كبيرة وواسعة وشرحة واكبر من الفيلا اللي هن فيها بكتير. واكيد شاركوا المتابعين على السناب شات بالفيلا اللي راح يسكنوا فيها، وكانت ما شاء الله بتجنن وبتاخد العقل. الله يهنيهم يا رب والف مبروك، وعقبال يا رب كل انسان الله يرزق كل مشتهي باللي بتمناه. فحبوا يشاركوا المتابعين والناس اللي بيحبوهم بهذا الشيء، وحكوا انه راح ينتقلوا على فيلا جديدة. وراح احط لكم هلا فرحة ريتشو وننوش بهذا الخبر. اكيد عمل فيها مقلب لننوش وحكى انه ما قدر ياخد الفيلا اليوم، وبعدين اخدها على اساس بده يوديها على مطعم هي والولاد، وبعدين وداها على الفيلا وحكى انه الامور كلها تمام وكتب العقد وكل شيء تمام، يعني اخذ الفيلا. فكان مفاجأة كتير حلوة وانبسطت ننوش كتير. راح احط لكم هلا المقطع اللي شاركوا ريتشو وننوش فيه للمتابعين وحكوا عن هاي المفاجأة. يعني فيكم تقولوا لك بس قلبن بدي احكي احكي بقى. يلا كيفنا عنا لك نتجوز. شايفينه لهذا البيت الحلو؟ شايفينه اللي عنا ذكريات كتير حلوه فيه. رمضانين هون قضينا فيه رمضانين، مناسبات عيد ميلاد، قصص كثيره. فهمتوا انتم شو السيره؟ احتمال انه ننقل على فيلا جديده. ليش يا ابن الستين؟ انا ليش ما كان عاجبكم البيت يا حقراء؟ وقت اللي كنت ارقد هون برمضان ويلحقني المخرج يلحقني مخرج وتلحقوني كلكم. فهلا الموضوع شبه انه 90% 80% خلص. اوكي، عم بشتغل عليه من زمان. اوكي، اليوم اخذت ننوش وراحت شافته فاجأتها فيه. كتير 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 مرتب، في قصص خياليه حبيت انا راح اشاركها معكم اكيد. المهم احتمال ننقل نطلع من هون، واحتمال ما يمشي الحال، ما بتعرفي يعني. هلا بلحظه بجوز خلاف صغير فقست البيعه طبعا كلام ريتشو هاد كان امبارح، يعني لسه ما كان البيعة كانت تامة، مثل ما حكى انه فقست البيعة معناته البيت اشترى. فاليوم تمام كل الامور وخلاص، اشتروا الفيلا زي ما حكى هو، البيع معناته اشترى. فألف مبروك يا رب لعائلة ريتشو وننوش، أكيد بيستاهلوا كل خير، ولكل مجتهد نصيب. هن ناس بتابعوا على حالهم وعم بيشتغلوا، أكيد بيستاهلوا كل خير، وهن عائلة كتير محبوبة والناس كلها بتحبهم. فالله يسعدهم ويهنيهم يا رب، ويرزقهم ويرزق الجميع ويرزق كل مشتهي. تمنوا الخير لغيركم لحتى يوصل نفس الخير اللي بتتمنوه لغيركم لإلكم. هاي نصيحتي للكل، والشي اللي بتتمنوه لغيركم رزق أو أي شي تاني رح يوصلكم صدقوني. فالحقد والغل اللي شفتها بالكومنتات في بعض الناس، طبعا عينة بسيطة جدا ما بتتمنى الخير لهاي العيلة أو غيرهم يعني من العيال، فهذا الشيء بضرن لهم، لأنه الحقد والغل رح يرجع لصاحبه. وكمان بالإضافة بعيدا عن عائلة ريتشو وننوش بننتقل لعائلة عصام ونور، والانتقادات الكبيرة اللي عم توصلهم آخر فترة. عم يوصلون كتير انتقادات. بداية بدأوا ينتقدوا عائلة عصام ونور إنه ليش بتصوروا غرفة النوم، وإنه هذا الشيء خاص أو خصوصه بينك وبين زوجتك ومفروض ما تصورها. فطلع عصام ووضح الأمور وحكى إنه الناس اللي بتشتغل على السوشيال ميديا ما في شيء اسمه خاص عنده إلا وقت يسكروا الكاميرا، هون بصير وقتهم الخاص. أما طالما الكاميرا شغالة فما في شيء اسمه خصوصية، مفروض يصوروا كل شيء بحياتهم، لأنه بتعرف المشاهير بيصوروا كل شيء، إن كان فلوق الولادة، الحمل، تحديد نوع الجنس المولود، وأعياد الميلاد، وكل شيء يعني الطبخ والنفخ والمناسبات والرقص والأعراس. يعني بشكل عام المشاهير ما بيخلوا شيء إلا بيصوروا. فحكى إنه غرفة النوم مثل لما يروحوا على أوتيل ويصوروا كمان غرف النوم اللي بالأوتيلات، يعني هذا الشيء عادي، أما غرفة النوم الموجود بالبيت شيء مو عادي. فكان هذا تبرير عصام للتعليق اللي وصله. وكمان أجدوا انتقادات لعصام عن مصدر المصاري اللي عم توصله، وإنه هاي الفلوس كلها اللي معه من وقت ما انتقل على الفيلا الجديدة. زي ما شفتوا إنه أعلن إنه عنده الفيلا اشتراها باسمه يعني، وعنده بيوت كتير مسجلها بأسامي أولاده وعقارات كمان. فالناس صارت تسأل عن مصادر المصاري اللي عم تطلع من عند عصام ونور، وإنه شو سببها، وعم بتشكك فيه وعم تحكي له كلام كتير سيء لعصام وتوجهه لعصام ونور. فهذا راح أحط لكم رد عصام على الناس اللي بتحكي هذا الكلام،
وشو حكى بالضبط. لما اخذت هي الفيلا وعم بحكي انا بيوتي بغير منصات، الله وكيلكم بيحكوا كلام يعني يا لطيف. الكلام يلي انحكى علي هن اكيد هيك، هن واهاليهم اللي بيشتغلوا هيك، عرفتوا كيف؟ ما خلوا علي كلام انه هذا منين له الفلوس وهذا منين له كذا. يعني انا انسان شاغل وتعبان، انا كان عندي شركه بالسويد وعايش بدوله الامارات والف الحمد لله، يعني قرشي كله معروف منين فايت ومنين طالع. انا ما لي عايش بسوريا، عرفتوا؟ يمكن والله لو بسوريا يعني فجاه تلاقي واحد يقول لهم اين لك هذا، عرفتوا؟ وليش حولها ومشان شو، وجب لنا اثبات وجب لنا مليون قصه. فهمتوا علي كيف؟ لعامة شو هالناس هي اللي بالكومنتات، اقسم بالله هدول وين عايشين؟ ولا ايام بيروحوا قال بيكتبوا علي كلام ايه ابصر مرته شو عم تعمل بالامارات. لك الله لا يوفقكم انتم، لك الله لا يوفقكم. ايش مفكرين يعني؟ فاكرين احنا عايشين بدنيا هيك سايبه؟ يعني اذا انتم كنتوا عايشين بدنيا سايبه ما كل الناس عايشه مثلكم. بس سبحان الله الواحد الكومنت اللي بيكتبه هذا دليل انه هو كيف كان عايش وكيف هو بيعرف هي القصص هي. والله العظيم انا ما بروح بلا كومنتات او نور بتقول لي شوف هدول الناس، بقول لها هن هدول هيك بيئتهم هيك، هن عايشين هيك، فبيفكروا طبيعي يفكروا الناس مثلهم. فهمتوا علي كيف؟ فطبيعي يفكروا الناس مثلهم. هي الفكره. اموال يلا لا يوفقك. تبييض اموال؟ اي تبييض اموال حبيبي؟ يلي بيعيش بدول محترمه بده يكون محترم وماشي على الصراط المستقيم، اوكي؟ وبده يكون بيشتغل وبيطلع رزقه من شغله ومن تعبه، والدولار او الدرهم او الريال لازم ينعرف مصدره، اوكي؟ لعامة شو هاد؟ الله يكون بالعون والله العظيم. هاد كان رد عصام على الناس اللي بيتهموا هيك اتهامات باطلة، وأكيد كلام عصام مزبوط 100%. يا جماعة الخير ما في هذا الشيء مش مزبوط. الحكي اللي عم بيتحكى على عصام ونور مش صحيح، لأنه مثل ما حكى عصام ونور فعليا في تدقيق كبير خصوصا في دول الخليج على مصادر المصاري، يعني ما بيقدر يعمل أي أشياء غلط والدولة ما تحاسبه. هذا الشيء مش مزبوط نهائي. فالناس دايما تحاولوا قد ما يقدروا، الناس اللي عم بيكتبوا هيك كومنتات وهيك تعليقات مؤذية، انه ما يأذوا الناس بكلامهم وما يحطوا بذمتهم ظن السوء، لانه هذا الشيء كتير غلط. واكيد زي ما حكى عصام كل شيء الانسان بيعمله رح يتحاسب عليه، ما في شيء سايب وما في شيء مش قانوني بيمشي. واكيد هو بيشتغل وعم بيتعب هو ومرته لحتى يعيشوا اولادهم احسن عيشه. وزي ما رد عصام وحكى كمان انه ما شاء الله على اولاده الاربعه عم بيحط 200,000 درهم بالسنه. فاكيد لو ما بيشتغل وبتعب هو ومرته ما رح يقدروا يعيشوا بدبي او يصرفوا كل هالمصاريف. فاكيد هذا كله شغل وبتعب، مش انه قاعد حاط رجل على رجل وما عم بيشتغل ولا عم بتعب. هذا الحكي مش مزبوط. واكيد كل انسان بتعب على نفسه وبيشتغل وبيجتهد اكيد رح يلاقي الرزق الواسع. فاكيد كل الناس اللي بتعلق تعليقات سلبيه يا جماعه الخير قبل ما تكتبوا اي تعليق لازم تعرفوا شو عم تكتبوا. فهذا هو الفيديو كان اليوم. هذا كانت مفاجأة ريتش وننوش وحابوا يشاركوها للمتابعين والناس اللي بيحبوهم. فالناس اللي بتحب ريتش وننوش ومتابعتهم تبارك لهم على الفيلا الجديدة، ومن عنا بنحكي لهم أكيد ألف ألف مبروك، الله يهنيهم ويسعدهم. وكمان هذا كان رد عصام على التعليقات السلبية اللي عم تجي، وكمان بنحكي له الله يهنيه ويسعده بحياته والله يرزق الجميع يا رب ويرزقنا ويرزقكم. لا تنسوا تشاركونا بتعليقاتكم وآرائكم بالتعليقات، وما تنسوا تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس حتى يوصلكم كل خبر جديد بنزله بالقناة أكيد. وبشوفكم فيديو جديد وخبر جديد من هون لوقت. بقولكم سلام بأمان الله.